الصحابة كلهم عندنا نتلقاهم بالقبول. ماشي خلاص، فهمت كلامك، دعني أجاوبك، هذا الوقت ضيق. لا طيب يا شيخ أنا والله فهمتك. الله في أصحابي، نعم، لا تسبوا أصحابي، نعم كله صح. الصحابي نوعين يا أخي الكريم، هذه أمور أوليات العلم. الله قال نبئوني بعلم. الصحابي نوعين. الصحابي لغة كل من رأى النبي أو النبي رآه، كلهم صحابة. كل من شاف النبي والنبي شافه فهو يسمى صحابي واحد. يبقى عندنا هناك الصحابي بمعنى الفضل والحماية والتقديس، والذي نهى النبي عنهم، اللي نهى حتى خالد، ايش كفر خالد؟ اللي هم الأنصار والمهاجرين والرضوانيين حصرا، لأن هذا قالوا من تبعهم بإحسان. الأنصار والمهاجرين هذول اللي هم محميين حماية كاملة، وسبهم كفر لا لأنهم صحابة، ولكن لأن النبي أوصى بهم وحماهم، والله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي عن الأنصار والمهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان اللي هم الرضوانيين، هذول معدودين، ما 400 500 واحد، والباقي كل مرة. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم مر وسمع خالد بن الوليد سيف الإسلام، وتعرف من هو خالد؟ والله يساوي الأمة كلها اليوم، بكل يوم يتلاحى مع عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وخالد من الطلقاء. نعم. فقال له خالد، قال له هذا رسول الله يقول يا خالد دع عنك اصحابي. الله 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 الله. اذا شو يقول له مو اصحابك؟ لا انت مو اصحابي، اصحابي انت شفتوني بالاخير جئت بالسيف، طلقاء انتم. هذول الانصار والمهاجرون. قال يا خالد والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا حديث متفق عليه يا سيد صالح. يعني هذا الأنصاري والمهاجر والرضواني مقدس رضي الله عنهم، وهذا بس فقط الثلاثة، أما الباقين لا. نعم على رأسي، وكل وعد الله الحسنى، هذا رأسي، لكن لا تقارن خالد بن بكر الصديق، لا تقارن معاوية وابو معاوية وبالسيف. بتقولون السيرة مالتكم اصحاب المئين بعد ما المعركة مال حنين ارتدوا عن الاسلام، معاوية وغير معاوية ارتدوا، النبي اعطاهم كل واحد 100 ناقة ورجعوا للاسلام بالتألف. هذا تقيس هذا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ شو هالكلام يا اولادي؟ بطن النصب يا ناصر يا ناصبون، وبطن الرفض يا رافضة. اتقوا الله في هذا. عودوا شيعة وعودوا سنة حقيقيين. والله يا اخي للاسف الشديد بواحد صرنا نواصب وهم صاروا روافض بواحد. هذاك اسماعيل الصفوي وهذا معاويه، وما فيش حد احسن من حد، مستوينا ملاعب عسى كلهم خوشوات. مسلم يا ناصبي، انتم نواصب كما هم روافض. هناك نواصب وهو انتم بتوع معاويه الذي امر بسب علي، وهذا صحيح مسلم، في صحيح مسلم، مش صحيح مسلم معروف. وهذا التشيع، هذا العصبيه لاجل معاويه الذي كل ما نعانيه الان من معاويه، وأنتم تحبونه كل هذا الحب. والله لو عندكم 1%، وأنا كنت هكذا، أنا من أهل الأنبار، والأنبار نواصب، لاحظ لأن يحبون معاوية ولا علي، ما عندهم مشكلة، ما مش بتاعنا هذا علي. حينئذ يا سيدي الكريم، أنا هذا كلامك يسعدني. ليش؟ حتى ما تحزنون كثير لما تسمعون ماذا يفعل الشيعة في العراق وماذا يفعلون في كلكم سواء، روافض ونواصب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ناصبكم العداء. كيف يمكن أن تكون مواليا لعلي وقاتله، للحسين وقاتله؟ ما يصير له هذا له هذا، اختار لك واحد منهم. ولهذا يا وليدي اتقوا الله في أنفسكم. صح هذه وراثة، ووجدنا آباء، لكن صرنا كبار وتعلمنا وقرينا وتبين كلها لعبة يهود. يا وليدي خليك مع النبي وآل بيته. والله العظيم مصيبة هذه الأمة من معاوية. ولو تقرأ هذه إذا تكون بالأحاديث، أبو هريرة يقول والله لولا أني أخاف على هذه لسميت القوم بأسمائهم. وقال له عبد الله بن عمر على فراش الموت لمعاوية، قال له يا عبد الله هل لي من توبة؟ قال له هيهات يا معاوية.
قال يا ربي إن هذا الرجل يئسني من رحمتك، والله ليس لي ما ألقاك به إلا أني لا أشرك بك شيئا. نعم. يا سيدي كل ما نعانيه الآن من معاوية هذا على سيدنا، وقاله قبلك أكبر منك وأكبر مني قالوا سيدنا، هم مسؤولين يوم القيامة. أنت إما أن تكون مع علي أو تكون مع معاوية، اختر لك واحد منهم. اللهم احشرني مع علي. آمين. وأنت إن شاء الله يحشرك مع أستاذ معاوية. مبارك من الكويت أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي مبارك. الله سماحة الشيخ وهو يقول كلمة الحق، ولكن فضيلة الشيخ أرجو أن تعطينا فقط دقيقتان للأسئلة وسعة الصدر. أما السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، دقيقة عشان في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علي أنه قال جاء رجل إلى رسول الله فقال يا خير البرية، فقال رسول الله ذاك إبراهيم، يعني أنه خير البرية. نعم. أن يفسر هذا معني لي الحديث. أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا قرأت حقيقة في منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء السابع صفحة 137 أنه قال إن الله قد أخبر أنه سيجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا، وكان الخلفاء الثلاثة جميعا مرضيين عند الصحابة والتابعين، ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يطلبونه ويسبونه ويقاتلونه. أما السؤال الأخير يا فضيلة الشيخ، في قناة دبي قبل أيام سمعنا فضيلة الشيخ العريفي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويهدي الخمر، ألا تنهض غيرة الإسلام ويقولون ما هذا الكلام؟ بارك الله فيك. ما سمعنا. أنا ما سمعنا بهذا، لكن الشيء اللي أقول لك عليه يا أولادي اسمع كلام. طبعا هذا الاختلاف هذا من قوانين الكون، فسالت أودية بقدر، هذه آية قرآنية، ما في دين إلا تمشي معه هذه الطوائف قطعا، هذا من قوانين الكون. واحد. اثنين، الطائفة ما تغلب الأمة، تبقى الأمة أمة وفيها طوائف قد تندثر وقد تزول وقد تتحسن. ثلاثة، من الصحابة كان يلعن علي؟ والله ولا واحد. والله أبو بكر الصديق يقول ما نزل قرآن في أحد كما نزل في علي، لكن البشر قد يختلفون على قضية سياسية. لكن إذا كنت مسلما اقرأ القرآن وليدي. أنت هذا الذي يسب عائشة ما تقرأ القرآن، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذا مو قرآن، ليش تسأل عن هذا ما تسأل عن هذا؟ قال الذين جاءوا لك عصبة منكم، حينئذ عليك أن تعلم أن الله ترك بيننا كتابا وسنة صحيحة حجة على الجميع. إياك أن تتمسك بطائفة أو بحزب أو بجماعة أو بابن تيمية وغيره، بينك كتاب الله وسنة ورسوله، والله حيحاسبكم حساب على هذا الشقاق. من جاءكم، حديث صحيح، من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان. ولهذا قلنا واحد، الذي فرق الأمة واحد، فعليكم أن تنتبهوا من هذا الواحد دائما. نسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويوحدنا على كلمة طيبة. نعود إلى شيخنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور. تفضل يا شيخ معك. حياك الله. بس بغيت أعلق على بعض الأمور. تفضلي. أول شيء عن معاوية وعلي، أنت قلت يا شيخ إنه يا إما نكون يا علي أو نكون يا معاوية، وهذا ما يجوز. لا يجوز. علي هذا يجوز، معاوية. عفوا لحظة خليني أتكلم. خليك واضح، أنا فاهم هذا الكلام يا ابني، لا نضيع وقتنا. لحظة شوي يا دكتور، عفوا أنت تتكلم ما شاء الله عليك بسرعة وايد، يا بنتي أشياء يعني فيها وايد أخطاء في العقيدة. يا بنتي باقي لنا 10 دقائق، خلاص خليك معه وانتهينا. خليك معه وانتهينا. لا لحظة شوي يا دكتور، لا يا ما بنتي يصير. باقي 10 دقائق، افتهمنا هاي السوالف، افتهمنا نعرفها يا بنتي. خلاص خليكي معه، الله إن شاء الله يحشرك معه. كفاية هاللعب هذا. واحد يسب أهل البيت على المنابر وسبوهم كفر بالإجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وواحد في شق المسلمين، هذا شق على خلافة على كرسي، وهو اعترف بهذا. نعود سيد الشيخ إلى هؤلاء الأئمة العظماء الذين جدد الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين ووحد بهم الكلمة وعادوا إلى الأمة، وهم أيضا واحد. أكيد هذا شيء كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة مباركة. شو الحديث الذي ذكرت الشيخ؟ يقول يبعث الله على رأس كل من يجدد لهذه الأمة